اهلا بيكم يا حبايب محمود جمال في حلقه جديده من حلقات المحليات. متنساش اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. والحديث عن لقاء سيراميكا كليوباترا والاهلي. ليه بنقول سيراميكا كليوباترا؟ في الاول لان الماتش كان ماتش سيراميكا كليوباترا احمد سامي ومارسيل كولر، ويعني تعادل بطعم الهزيمه النادي الاهلي وتعادل بطعم الفوز. لاي فريق بيلعب النادي الاهلي او الزمالك التعادل بالنسبه له بيبقى افضل شيء، افضل من الهزيمه. فريق الاهلي لعب في الشوط الاول 4-2-3-1، اللي لعب برونو سافيو جنب محمد مجدي قفشه وجنب حسين الشحات. بدأ بحسين الشحات اللي عامل لقاءات لما كان بينزل احتياطي وبينزل كان بيأدي أداء كويس، وكان عامل أداء جيد لحد ما خرج في آخر الشوط التاني. والمهاجم كان شادي حسين. ليه شادي حسين؟ لأن ده كان فريقه السابق، يلعب قدامه، عارف الدفاع بتاعه، لكن ما قدرش إن هو يسجل أهداف. الناحية التانية الكابتن أحمد سامي